شعرِك بقى هايش، شعرِك جاف، شعرِك مقصّف، شعرِك بُصّي اللي هو ما فيش زيت بيحوّق فيه، ما فيش كريم بيحوّق فيه، الوصفة دي بقى خطيرة في ترطيب الشعر، تقليل الهيشان، لو شعرِك جاف هتطرّيه بُصّوا رهيبة، عارفين اللي هو تمسكوا الشعر كده تحسّوا إن هو لأ هو مش ما فيهوش مثلًا كريم ولا زيت ولا سيرم ولا أي حاجة، مع إنِّك بتبقي حاطّة له. يا صباح الفل، عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا، جدًا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى فيديو مختلف تمامًا كده، وقُلنا بقى تغيير. كلمتوني وسألتوني كتير أوي على الوصفات للشعر، عايزين وصفات للشعر، عايزين وصفات للبشرة، عايزين نعرف إزاي اهتميتِ بشعرِك، إزاي طوّلتِ شعرِك. كل الحاجات دي هاكلمكم عنها بقى في سلسلة الفيديوهات اللي إحنا هنعملها المرة دي. حبيت إن هي تكون سلسلة منفصلة كده علشان أنا سألتكم وقُلتوا لي يا ريت إن هي تكون منفصلة عن الفلوجات عشان نقدر نرجع لها في أي وقت، وبصراحة حسيتها إن هي فكرة فعلًا حلوة، لإن الفيديو لو جوّه يعني لو بنتكلم عن الحاجات دي جوّه الفلوج هتحسوا إن أنتم تايهين، ومش هتبقوا عارفين مثلًا لو وصفة لهيشان الشعر هترجعوا لها في أنهي فلوج وكل الحاجات دي، فحسيت فعلًا إن إحنا نعمل لها كده جزء لوحدها. تكون منفصلة عن الفيديوهات التانية، فاقترحوا بقى علينا كده اسم نسميها اسم إيه. أنا بصراحة فكّرت في كذا اسم يعني، بس سِبت بقى اقتراح الاسم ده ليكم يعني، اكتبوا لي في الكومنتات بقى نسمي السلسلة دي اسم إيه كده علشان نحطها في playlist لوحدها، تقدروا إن أنتم ترجعوا لها في أي وقت أنتم حابينه. فهنعمل لها بقى سلسلة كده لوحدها يعني، تكون مخصصة بقى لكل حاجة، هنتكلم عن كل حاجة بقى، كل ما يخص البشرة والشعر، اكتبوا لنا بقى عايزين نتكلم فيها عن إيه. وحاسة إن هي مش هتكون بس كسلسلة إن إحنا نهتم بنفسنا خارجيًا، إن هي كمان هيكون فيها فيديوهات إن زي ما بنهتم بنفسنا طبعًا خارجيًا محتاجين نهتم بنفسنا داخليًا، بس يعني إن شاء الله في الأيام اللي جاية يعني نعمل بقى فيديوهات كتير أوي. النهارده بقى أول حاجة أنا كنت كاتبة لكم الزيوت كلّها اللي أنا باستخدمها في حمام الزيت واللي هنعمل بيها الmask بتاع النهارده، كنت كاتباها لكم في الفيديو اللي قبل ده. فهاسيب لكم بقى اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت، هتدخلوا على الفيديو هتلاقوا في الكومنتات تحت لو أنتم ما شفتوش الفيديو ادخلوا شوفوه، ولو أنتم شفتوه هتلاقوا تحت في الكومنتات كل الزيوت اللي أنا قُلت لكم إن أنا باستخدمها، هتلاقوني سايباها لكم في أول كومنت فيه تحت، علشان دي اللي هنستخدمها النهارده. هنعمل بقى النهارده وصفة خطيرة من الحاجات اللي أنا جربتها وفرقت جدًا في شعري. شعرِك بقى هايش، شعرِك جاف، شعرِك مقصّف، شعرِك بُصّي اللي هو ما فيش زيت بيحوّق فيه، ما فيش كريم بيحوّق فيه، الوصفة دي بقى خطيرة في ترطيب الشعر، تقليل الهيشان، لو شعرِك جاف هتطرّيه بُصّوا رهيبة في بجد إن هي تقلل هيشان الشعر، وإن هي تطرّي الشعر عمومًا. لمّا جرّبتها بصراحة أنا أول مرّة وكنت حاسة إن أنا اللي هو أي حاجة اللي هو نجرّب ماشي يعني هيحصل إيه. جرّبتها ما كنتش متخيّلة بصراحة إن هي تدّي نتيجة، هو حمّام كريم كده طبيعي للشعر، مكونين سهلين جدًا موجودين في كل بيت، كنت حاسة بصراحة اللي هو هاجرّب ماشي، بس حاسة إن هو إيه، مش هتدّي نتيجة يعني اللي هي بتاعة حمّام الكريم الأساسي أكيد. لمّا جرّبتها بصراحة أنا من أول مرّة حطيتها على شعري قعدت ساعتين، بعد الساعتين دخلت غسلت شعري طبعًا عادي شامبو وبلسم وحمّام كريم، حطيت الزيت ورطّبت شعري وبتاع. بعد يعني تاني يوم هاقول لكم برضه على حاجة عملتها بعد الmask ده لمّا عملته، عملت حاجة يعني بعدها، هي برضه ساعدت بنسبة 80% إن شعري يترطّب ويبقى طري ويقلل الهيشان. فبجد الوصفة دي خطيرة، ترطيب الشعر، لو شعرِك هايش، لو شعرِك جاف، زي ما قُلت لِك لو شعرِك مقصّف، لو شعرِك بُصّي اللي هو عارفين اللي هو تمسكوا الشعر كده تحسّوا إن هو لأ، هو مش ما فيهوش مثلًا كريم ولا زيت ولا سيرم ولا أي حاجة، مع إنِّك بتبقي حاطّة له. الوصفة دي لو عملتيها كل أسبوع مرّة، أوعدِك إن شعرِك هيتحوّل من شعر قد كده لشعر ناعم وحلو وجميل، بس لازم تلتزمي عليها. أول حاجة هنتّفق عليها إن أي حاجة للشعر هاقولها هنا، سواء زيوت، سواء ماسكات، لازم نستمر عليها مدة لا تقل عن 6 شهور. لإن الشعر بياخد وقت شوية إن هو يتعالج. أنا استمريت عليها قد إيه، استمريت عليها حوالي سَنة، لمّا كنت باعالج شعري الأول استمريت عليها حوالي
فاستمريت عليها حوالي سنة زي ما قُلت لكم، بعد السنة دي بقى بقيت أعمل اللي هي تجارب بقى، اللي هو مش تجارب اللي أنا خلاص مثلًا جرّبت كل حاجة، فبقيت مثلًا بقى مرّة أعمل هو حمام الزيت معايا أساسي، لإن هو بصراحة اللي بيطوّل شعري، فهو معايا أساسي كده كل أسبوع، بس كنت باغيّر بقى اللي هو مرّة مثلًا أعمل ماسك الصدر والحنة، مرّة أعمل مثلًا الماسك اللي هاقول لكم عليه النهارده، مرّة مثلًا أجرّب حاجة تانية، فاللي هو إيه، بقيت بقى كل أسبوع بانوّع مش اللي هو ثابتة عليه مثلًا لفترة. ف الحاجات الطبيعية بصراحة فرقت في شعري جدًا، أنا من الناس اللي كنت باقول لأ أنا لسه بقى هاستنى أعمل وصفات، ولسه مش عارفة إيه، ولسه هاستنى أشوف منها نتيجة، وممكن ما تضبطش. فأنا فاهمة اللي هو ممكن ييجي في دماغكم اللي هو طب ما أنا ممكن أعمل كل الحاجات دي وما تضبطش، فلأ أنا جاية لكم جاية لكم أقول لكم إن هي فعلًا بتفرق جدًا في الشعر. أنا كنت ضد الوصفات بصراحة خصوصًا للشعر، لإن عارفة إن هي بتاخد فترة كبيرة عقبال ما تعمل مفعول أو تعمل نتيجة، بس لمّا شُفت منها نتيجة بصراحة أنا بقيت باعشق وصفات الشعر عمومًا، ووصفات البشرة، بجد من كتر ما أنا شُفت منهم نتيجة اللي هو لأ أنا بقيت باحبهم جدًا، بقيت اللي هو وأنا واقفة كده باشتري زيوت بقى مثلًا من أي مكان، بقيت واقفة اللي هو باحب بقى أتفرّج على الزيوت بقى الزيوت الجديدة، باحب أقرا أوي عن الزيوت اللي هي بتغذّي الشعر ومش عارفة إيه، ولقيت زيوت كتير جدًا، يعني أنا كنت مثلًا قبل ما أعمل الوصفات دي كنت هو الزيت اللي أنا عارفاه جوز الهند وزيت الزيتون ومش عارفة إيه، بس تعمقت بقى في الزيوت، فبقيت عارفة زيوت كتير أوي موجودة بجد بتفيد الشعر، سعرها كمان رخيص لو عملتيها لو عملتِ اللي هو ماسك في البيت هتلاقي إن هو بروتين طبيعي للشعر بدل الحاجات طبعًا الكيماوية والحاجات دي بتفرد الشعر، بس على المدى البعيد طبعًا بتدمر الشعر جدًا. النهارده بقى جاية لكم بوصفة خطيرة، هي مكونين بس، الرز والنشا. هنعملهم كده حمام كريم طبيعي للشعر بجد حلوة جدًا، هاقول لكم بقى يعني هنضبّطها إزاي يعني، أنا جايبة الحاجة معايا هنا هنعملها مع بعض، وهاخدكم بقى معايا وأنا باعملها جوّه في المطبخ لإن هي بتتحط على النار وكده، فتعالوا بقى كده نبدأ مع بعض نعمل الوصفة دي بتاعتنا، ونشوف هنعملها إزاي. بُصّوا بقى يا رب ما أبهدل الدنيا يعني، أول حاجة إحنا هنحتاج حاجة فاضية بس اللي هو بولة مثلًا، حلة، أي حاجة عندكم يعني. ودول 4 معالق نشا كده كبار، هاحطهم بقى في البولة دي كده، كوباية كبيرة من المَيّة، أنا هاحطها كده وبعد كده بقى أقوم إيه أعملها معاكم على النار، كوباية كبيرة من المَيّة كده، ده أول خطوة، 4 معالق نشا وكوباية كبيرة من المَيّة. الخطوة التانية بقى نجيب حلة كده أي حاجة يعني عندكم عامةً يعني، 4 معالق كبار من الرز كده، هاحط عليها كوباية مَيّة كبيرة. بُصّوا بقى، الرز خدّاع شوية، يعني أنا عايزة الرز يكون متعجِّن، عارفين اللي هو يبقى الرز عجينة، أنا عايزاه نفس القوام ده عشان لمّا نضربه في الخلاط يدّيني نفس القوام بالضبط اللي هو حمام الكريمي اللي هو شايفين بيبقى ناعم إزاي، إحنا عايزينه كده، فأنا حطيت بُصّوا مليت يعني على 4 كوبايات على 4 معالق الرز دول مليت الحلة كلّها مَيّة، تمام، فعلى حسب بقى الحاجة اللي أنتم هتستخدموها. يعني لو أنتم شايفين مثلًا إن أنتم بعد ما الرز شرب المَيّة، لو أنتم شايفينه لسه الرزاية لسه موجودة يعني لسه ناشفة، حطّوا كوباية مَيّة تاني عادي، إحنا عايزين الرز يكون متعجّن خالص، وأنا دلوقتي هاورّيكم يعني القوام بتاعه عامةً هيبقى عامل إزاي. هنروح بقى نعمل الحاجات دي على النار ونرجع نكمّل مع بعض المصفى. بقى كده أنا حاطة الرز أهو على النار كده شايفين، هو بدأ يعجّن بس لسه الرزاية زي ما هي، يعني شايفين أهو الرزاية لسه ماسكة نفسها. هاوريكم بقى ايه القوام النهائي اللي احنا عايزينه، هنسيبه بقى على النار لحد ما يتعجن خالص. بقى خلصت الرز خلاص وعمل واتعجن وكله، دلوقتي بقى حاطه النشا اللي هي عملناها بالميه دي على النار لحد بقى ما تتكتل وتتلم معاكم، يعني هي هتبدا بقى ايه كل ما الميه تسخن كده هتبدا تلم. هوريكم بقى ايه في الاخر القوام هيبقى عامل ازاي. بقى كده قوام النشا شايفين ده القوام اللي انا عايزاه، ما تبقاش جامده قوي اللي هو ماسكه نفسها بقى جمدت، لا تبقى كده كريمي كده، ده كده القوام التمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هضرب بقى في الخلاط الرز تمام، وهضرب معاه النشا واوريكم بقى شكله النهائي يبقى عامل ازاي ونحط عليه الزيوت. بقى كده الماسك بعد ما عملته بسم الله ما شاء الله شايفين، بصوا حمام كريم طبيعي، شايفين القوام عامل ازاي؟ ده القوام اللي احنا عايزينه، شايفين ما شاء الله خطير. هحط بقى عليه دلوقتي الزيوت
بصوا بقى، دي الزيوت اللي انا هحطها عليه. انا قلت لكم طبعا على الزيوت دي، وهسيب لكم الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن الزيوت في تحت الفيديو ده. بصوا انا كمان ببقى حاطه معاه ايه، ببقى حاطه معاه قرنفل وشويه من الروزماري، شايفين في الازازه كده. هحط بقى منها دلوقتي كام قطاره كده على على الماسك ده واوريكم. هنحط بقى الكمية اللي هي بتبقى كمية بالنظر كده، على حسب بقى الكمية اللي انتوا عاملينها للماسك. يعني انا حاسة ان انا لا، لسه محتاجة شوية عشان البولة كبيرة ما شاء الله، فحاسة ان انا لسه محتاجة شوية. فاحط كده واقلب واشوف بقى ايه القوام. ونيجي بقى لاخر حاجة بقى، واهم حاجة هي ازاي هنستخدم الماسك. فهخلصه ونيجي بقى نكمل. حمام الكريم اهو خلاص. شفتوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي؟ زي بالظبط حمام الكريم اللي احنا بنشتريه من اي براند. شفتوا طبعا القوام عامل ازاي، والقوام بتاعه ناعم وكريمي زي بالظبط اللي احنا بنشتريه. عايزه اقول لكم بقى ان حمام الكريم ده الفرق بينه وبين اي حمام كريم تاني بنشتريه، ان ده من اول الرز للنشا للزيوت، كل حاجه فيه طبيعيه للشعر، بتغذي الشعرايه من جذورها لاطرافها، مش بتضر الشعر ولا اي حاجه، ولا بتعمل تساقط بقى ولا اي حاجه. فبجد هي مفيده جدا للشعر. دلوقتي بقى هقول لكم ازاي نستخدمه، لان دي اهم خطوه فيه واخر خطوه طبعا. وهقول لكم بقى اخر حاجه هنعملها علشان نستفاد باكبر كميه من الحمام الكريم لحد اخر حاجه خالص. اسفه بقى لو هتلاقوا شويه دوشه في الصوت، عشان المايك للاسف قرر ان هو يقف في اخر حته خلاص. فهقول لكم بقى سريعا هنستخدمه ازاي. اول حاجه هنقسم شعرنا كده بالنص. بعد كده هنقسم بقى خصله خصله، ونمسك بقى يعني كميه حلوه كده من الماسك ده، ونقعد نغلف بيها الشعرايه كويس قوي. دي اهم حاجه، ما نحطش حمام الكريم كده واللي هو يلا خلاص، لا احنا هنمسك خصله خصله كده، نقعد بصوا بايدينا كده نعمل مساج كويس قوي 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 للخصله، وننقل على الخصله اللي بعدها. بعد بقى ما نعمل شعرنا كله، هنروح لمين طبعا شعرنا كده بتوكه هنا، والباقي من حمام الكريم هنمشيه بقى على الشعر من قدام، الحته اللي هي بيبقى فيها بيبي هير دي متقصف، الحته اللي ورا هندهن الشعر كويس قوي بحمام الكريم ده. بعد كده بقى نلبس كيسه ونلبس بونيه، ونسيبه بقى ساعه ساعتين 3 4 اللي انتوا عايزينه. كده كده هو مش بيضر الشعر، انا كنت بسيبه لحد 3 ساعات، واخلص بقى اللي ورايا كله، وبعد كده ايه اخش استحمى. فهنسيبه بقى من ساعه ل2 ل3 زي ما انت عايزه. بعد كده بقى هنعمل ايه، نغسل شعرنا كويس طبعا بشامبو بلسم وحمام كريم اللي هو بقى العادي، او شامبو بلسم بس، ممكن ما تستخدميش حمام كريم طبعا. شامبو بلسم كده، وننضف فروه شعرنا كويس. وبعد كده هنطلع نحط بقى، شوفي انت بتستخدمي سيرم، بتستخدمي كريم، بتستخدمي زيوت. وعايزه اقول لكم ان زيت بذور العنب حلو قوي لهيشان الشعر كمان، فممكن تستخدموه ان هو كسيرم كده ترشوا بيه اطراف الشعر بعد ما تاخدوا شاور يعني. هتحطوا بقى اي حاجه بتستخدموها، هنرطب يعني شعرنا كويس، وهنلف دوامه لشعرنا. ودي بقى الخطوه التانية اللي هتساعدك ان انت تاخدي احسن نتيجه من حمام الكريم ده. هنلف شعرنا دوامه. طبعا طريقه الدوامه موجوده على اليوتيوب، تقدروا تشوفوها وسهله جدا، ممكن تخلوا اي حد يعملها لكم. بنلف الجزء ده طبعا بعد ما نستحمى، هنلف الجزء ده كده، وقبل ما ننام على طول هنروح فكين الجزء ده ولفين الجزء التاني وننام بيه، علشان يبقى الجزئين اخدوا اكبر وقت كافي من الدوامه علشان تفرد الشعر كويس قوي. وبس كده. بعد كده بقى هنصحى الصبح نفرد شعرنا ونرش بقى سيرم، او ندهن بقى اي حاجه كده على الاطراف ونسرح شعرنا، وهتشوفي شعرك ازاي هيبقى بجد طري وفلافي كده وصحي من اول مره. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها، وانا متاكده ان انتوا هتدعوا لي على الوصفه دي، لان انا جربتها وعجبتني جدا. وطبعا هقوم دلوقتي اعمل الطبق اللي انا عملته ده، احطه على شعري دلوقتي واسيبه بقى لحد ما اخلص باقي الحاجات يعني، بقى كده بغسله. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. اكتبوا لي بقى عايزين حاجات تانية عن ايه، وان شاء الله هكتب لكم يعني هعمل لكم فيديوهات تانية بقى عن الشعر، ووصفات بقى تطول وتقل وكل الحاجات دي كلها. عايزين وصفات عن ايه تاني؟ وما تنسوش بقى كومنتاتكم الحلوة طبعا على الفيديو ده، ولايك حلو كده. اشوفكم بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير. وبس كده، باي باي.